المستوى الحقيقه الاداري، بحيث ان ازاي ايه الافكار المطروحه؟ يعني النهارده يمكن فكرنا ان احنا نرتبط بجميع مؤسسات المجتمع المدني، فكرنا نرتبط بكل الاحداث وكل الفعاليات في المحافظات، نلقي الضوء عليها، نتعاون مع المؤسسات الاخرى عشان نلقي الضوء على الاحداث دي، ونتفاعل كمؤسسه صحفيه، نربط مع الاعلام، نربط مع المؤسسات الاجتماعيه. يمكن كمال بيه كان موجود في اسيوط مع محافظ اسيوط بيتفاعل مع الحدث بتاع قطار اسيوط الحقيقه، فدي مبادره من مؤسسه اعلاميه انها تبقى موجوده في مثل هذا الحدث. النهارده كنا عايزين نربط مع عيد الطفوله ونتواجد وتبقى تحت رعايه دار المعارف، يعني عايزين نربط ونعيد دار المعارف الى مكانها الطبيعي الحقيقه في الساحه الاعلاميه والثقافيه. المشكله مشكله تمويل اكتر؟ يمكن اسيب بقى حته التمويل لكمال بيه لانه هو ادرى بيها. طيب نتكلم على فكره التمويل، يعني لو انا بصدر اصدارات بتتباع هيجي لي فلوس، يعني اللي كان بيخلي فيه زي ما حضرتك قلت دولارات موجوده قبل الستينات في حساب البنك الخاص بدار المعارف، لانه كان في مطبوعات بتجيب، يعني في حركه، يعني في بيع وشراء وفي اعلان وفي تعامل. هل لانه كان الدنيا يعني في الستينات سبعينات الثمانينات حتى التسعينات كانت الدنيا لسه كتاب بس وجورنان والدنيا كانت مقفوله، بعض الشيء اللي حصل دلوقتي اثر كتير حتى على كل دور النشر تقريبا؟ والله انا هقول لحضرتك على حاجه. هو مبدئيا تبدا مسؤوليتي عن دار المعارف من شهر 9 اللي فات. انا مش بتكلم على مسؤوليه حضرتك على الاطلاق يعني. لا انا بس برضو بحب اذكر المشاهدين ان احنا بدانا مرحله جديده من شهر 9 على اساس ان احنا يعني في كل مده كده هنحاسب نفسنا قبل ان نقدم كشف حساب. بنتكلم على ان المفترض ان اي حد عايز يظل متواجد في الساحه ان يطور نفسه، فاحنا عندنا بوابه الكترونيه لدار المعارف، ففعلا الكتاب والمطبوعات الورقيه بتواجه بهجمه شرسه من الوسائل الالكترونيه. دار المعارف لن تكون بمنأى عن هذه الهجمة ولن تبعد عن التفاعل معها، فاحنا بنتفاعل مع هذه الوسائل الجديدة بحيث ان احنا نكون في كل بيت ويبقى بدل ما قراءنا كان عدد قليلين هيبقى بالملايين، لان ان شاء الله نتعامل مع الوسائل الالكترونية عن طريق السايت بتاع دار المعارف على الانترنت. تاني حاجة لو احنا بصينا ان المشكلة اصلها كانت ادارة. يعني احنا عندنا يعني رؤساء مجالس الادارة السابقين كان منهم ناس على دراية كاملة وكفاءة في الإدارة، ومنهم من كان يجيد العمل الصحفي أكثر بكثير من إجادته للإدارة، وهي دي كانت الطامة الكبرى على المؤسسات الصحفية، لأن برضو احنا عارفين إن القلم نفسه، الكتابة نفسها بتحتاج تفرغ، وقد تكون بيقولك عذاب الحروف لكي تولده. الواحد لما يجي يكتب بيقعد يفكر ويتعب وكده، فكانت مع تداعيات الموقف الأحداث المتلاحقة ثم بعد ذلك احنا كلنا بنعاني من أزمة فظيعة في تكدس العمالة. عندنا بطالة سافرة وعندنا بطالة مقنعة. لما تبقى دار بمبنى وعبارة عن مطبعة فيها أكتر من 1051 عامل، إجمالي أجورهم بتاع ده صافر اللي بياخدوهم المرتبات 2 مليون و400 ألف جنيه شهريا، بخلاف 40% ضرائب المفروض ان احنا، فبيكاد تكون الدار تكون تقدر تدفع مرتباتها بالاعانات بالكاد يعني، الا ان طبعا احنا عندنا الدار بتتمتع بحاجه يعني نتعشم ان احنا نقدر تكون احد الاجنحه اللي بنطير بيها او احد الجناحين اللي بنطير بيهم. احنا عندنا جناح التسويق، عندنا اماكن كتيره قوي للدار في اماكن متميزه، عندنا 21 ممكن نقول منفذ بيع بس ان احنا او مكتبه، احنا بنسميهم دلوقتي مول ثقافي. بنفكر ان تكون اماكن الدار كلها عباره عن مناره فيها كل ما يتعلق بالثقافه والعلم والتكنولوجيا، يكون متواجد فيها ان القارئ يقدر. في المحافظات ولا في القاهره؟ عندنا في المحافظات، عندنا في القاهره 5، وعندنا منتشره على محافظات الوجه الابري والوجه البحري زي ما
دكتور احمد ذكر ان احنا كنا في الصعيد، احنا لنا مكانين مميزين في محافظه اسيوط اللي تعتبر عاصمه الصعيد، وطبعا احنا رحنا قدمنا واجب العزاء لشعب لاخواتنا في الصعيد وعلى راسهم المحافظ، وكان يعني برضو في لفتة من المجلة. احنا عندنا باب اسمه باب ربنا كريم في المجلة بيتلقى التبرعات ثم بيساعد الحالات يعني نوائب الظهر، يعين على نوائب الظهر. فكان برضو في لفتة كده مجلس الإدارة بتاع المؤسسة ثم مجلس إدارة هذا الباب قرر ان هو يساهم رمزيا في هذا المصاب الجلل، وتواجدنا كان رحنا يوم الجمعه ورجعنا السبت على طول، يعني كان تواجد لاداء واجب العزاء. وحقيقه شفنا هناك حاجه صلابه الشعب المصري ووضعه يعني الهام جدا على عبر التاريخ. يعني هو اساسا الشعب المصري بيتميز بأنه هو لا يلين له جانب يعني القوي، والحمد لله هو قوي الميراث. لو رجعنا تاني للشغل لوضع الدار، احنا برضه هستعير كلمة قالها زميلي الدكتور أحمد، ان احنا يعني الدار دي عبارة عن دار المعارف، عبارة عن جوهرة عليها شوية من التراب، بسواعد أبنائها وبتعاوننا إن شاء الله هنزيل هذا التراب. وبالعكس ده احنا كمان بنفكر حاجة. طب في إمكانية يعني عفوا دكتور أحمد، في إمكانية إن يبقى في تعاون مثلا ما بين رجال أعمال في محافظة ما وتحويل المراكز الخاصة بدار المعارف لمكتبة عامة أو لمكان لبيع المنتجات الخاصة بالدار، وكمان قراءة للناس، وبالتالي الناس تعرف إيه الإصدارات اللي موجودة وإيه اللي كان زمان موجود وإعادة طبع الحاجات القديمة؟ هو الحقيقه احنا عايزين نتبنى افكار غير تقليديه. ما هو يعني طب نعمل دي الاول. لا خليني معاكي صريح شويه، يعني عايزين نعمل افكار غير تقليديه، لان الافكار التقليديه وصلتنا للمرحله اللي احنا فيها، مش في دار المعارف بس، لا في كل المؤسسات الصحفيه. فاحنا النهارده لما نفكر على مصادر تمويل جديده، ما المانع ان رجال الاعمال يتدخلوا وفقا لاطر قانونيه متعارف عليها؟ لان يمكن احنا مؤسسه حكوميه حضرتك. بالظبط، في اطار شكل قانوني، في اطار شكل قانوني نوجد اليه للتعامل، اهلا وسهلا. يمكن برضو بنفكر ان احنا ما تبقاش في دور في الاماكن او منافذ البيع ان تبقى قاصره على الكتب، لا نتماشى مع اليات الفكر الجديد، ان احنا نحط كمبيوتر، نحط ايباد، نحط بحيث ان احنا نتماشى مع اليات الفكر الحديث. ممكن في الحاله دي ان احنا نستعين برجال الاعمال ويدلوا بدلوهم معانا في اطر قانونيه متعارف عليها. شيرين، انا احب اقول لك زي ما انت بتحب دار المعارف محبينها كتير. انا كان عندي استاذه من كليه السياحه والفنادق في اسكندريه جات لي، وهي احد من كبير معدي الاذاعه الدكتور ماهر جوني بمكتبي من اسبوع، وبيطرحوا نفس الفكره اللي حضرتك بتقوليها، انهم عندهم استعداد يخشوا بنظام البي او تي. عندهم ناس عندهم هذا الفكر، لان طبعا السياحه لما تتزاوج مع الفكر والثقافه هتبقى حاجه كويسه. انا فعلا هذه الافكار مطروحه بجديه، وفي عندنا من اكثر من العلماء والمفكرين، وعندنا من الناس اللي هم اصحاب رؤوس الاموال اللي حضرتك بنسميهم رجال الاعمال الشرفاء، من عنده فكر بنناقش كل يوم والتاني فكره جديده، وان شاء الله يعني نتعشم ان ترى هذه الافكار النور قريبا. واحنا بنفكر نعمل للدار كل الاماكن المنافذ. احنا ده مثلا بنعمل بروتوكولات مع الجامعات بحيث ان احنا يبقى لنا اماكن في الجامعات، واخده بال حضرتك. بندور على بقى دلوقتي لو ربنا ان شاء الله وفقنا وعرفنا نعمل شراكه مع مجموعه من رجال الاعمال، هنعمل حاجه مهمه جدا. هنعمل شكل ديكوري زي البنوك كده، اللي يشوفوا من بعيد يقولوا والله هي دار المعارف، ونعممه على بقيه المنافذ. وهنشوف الاماكن اللي ما فيهاش منافذ هنتعاون، او ممكن حتى الاعلان ان انتوا هتروحوا مدرسه معينه الاسبوع الجاي، فالاولاد يبقوا جايين مثلا معاهم الفلوس اللي ممكن يشتروا بيها حاجه في بوث كده صغير او كشك يتباع الحاجه. احنا عندنا حاجتين، حاجه اسمها
المكتبه المتنقله وبنفكر فيها. وبعدين شويه من الشباب والشابات اللامعات الجامعات برضو هنقدر يبقوا شايلين زي الصينيين كده شنطه فيها مجموعه من اصدارات دار المعارف ويروحوا يسوقوها، يبقى هم ياخدوا كوميشن وفي نفس الوقت بيعملوا مواردهم، بينموا مواردهم، وفي نفس الوقت الدار بتنتشر. كل هذه الافكار محطوطه قدام مجلس اداره دار المعارف وبناخد فيها قرارات وبننفذ بعضها. هذا طبعا شهرين او 3 من عمر الزمن مش كتير، انما ان شاء الله انا سعيد جدا ان احنا بنتلاقى حتى في افكارنا. يعني انا ما بقعد مع حد من اللي له صله بالثقافه او مذيعات متميزات زي حضرتك كده، بنلاقي افكار جديده وبنبتدي نخش بقى ننفذ، لدرجه ان انا دلوقتي بتكلم ان عايز يقول فكره تعالى ننفذها مع بعض. يعني عموما يعني اللي ما قراش وهو صغير الالغاز اللي كانت بتطبع زي المغامرين ال5 وال3 ومكتبه الخضراء وسلسله اقرا بكل الاسماء الكبيره والعربيه والاجنبيه اللي كانت بتطرحها، فاتوا كتير. واللي ما يعرفش قيمه دار المعارف برضه فاتوا كتير. بشكركم شكر جزيل الاستاذ كمال محجوب رئيس مجلس اداره دار المعارف ومجله اكتوبر، شكرا ليك. ودكتور احمد عفيف الكاتب الصحفي والمستشار الاعلامي للدار، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم. بنفكركم ان بعد الموجز مباشره الساعه المتبقيه وبالتاكيد على مدار اليوم تغطيه للاحداث السياسيه، حاولنا فقط القاء الضوء على جانب من جوانب الحياه اللي موجوده في مصر، للتعريف بان ليس كل الماضي سيء وليس كل الماضي يجب ان يهال عليه التراب. شكرا لكم.